اخطر سببين للفقر بعد اكتر من 16 سنه عمل حب. بتصلي، بتصوم، بتزكي، بتروح الدير، بتروح الكنيسه، بتروح المسجد، تحفظ قران، تحفظ الكتاب المقدس. لو السببين دول موجودين هتفتقر، يعني هتفتقر. طياره بتحمل حجاج بيت الله وشيوخ وناس اهل ذكر وناس جميله جدا، وطياره تانية بتحمل رجال مافيا وعصابات، والطيارتين في نفس الوقت فوق منطقه جبليه المحركات بتاعتهم عطله فوقعوا. اللي هيحصل ايه؟ الطيارتين هيتدغدغوا والناس بنسبه 100% هيموتوا. هل الايمان بتاع الحجاج منع سقوطهم؟ وهل فجر واجرام رجال المافيا والعصابات سرع سقوطهم؟ مين السبب؟ قانون الجاذبيه، قانون الجاذبيه الارضيه. القانون ده شغال على كل البشر، لا بيفرق ما بين دين ولا بيفرق ما بين سن ولا بيفرق ما بين طفل ولا بيفرق ما بين شيء. كل البشر هتقع لو مشيت ضد الايه؟ ضد الجاذبيه. كذلك كل البشر وكل عقائدهم وكل دياناتهم لو مشيوا ضد قانون الفقر هيفتقروا. وده اللي بيفسر لك ويقول لك ليه واحد ما شاء الله بيصلي الصلاه كلها وبيعمل وبيزكي وفقير، واحد عمال يشتغل ليل نهار وبيشتغل بال15 وبال17 ساعه وبرضه فقير. هيفسر لك الكلام ده. لازم نتعلم ولازم نفهم. اكبر واخطر سبب و50% يتحل الفقر لو فهمت السبب ده، وال50% هو السبب التاني. السبب ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك انك طول ما انت معتقد ومقتنع ومصدق ان ربنا كتب عليك الفقر ايا كان دينك ايه هتفضل فقير. يعني لو انت ماشي بمبدأ ان انا ربنا كتب لي ان انا ابقى فقير والدنيا سجن المؤمن وجنة اللي مش عارف مين، هتفضل فقير. لانك كده انت بتقول على ربنا حاجه هو ما قالهاش عن نفسه. هو مين اللي قال الفقر؟ مين اللي وعدك بالفقر؟ ربنا ولا الشيطان؟ الشيطان يعدكم الفقر. فاول سبب لو انت من جواك معتقد ومقتنع ان انت مكتوب عليك ان انت تبقى فقير فويلكم في الفقر كلاب، يا مرحب بيك وممبرشيب مدى الحياه. خلاص خلصنا من السبب الاول. ارجوك ما تصدقش ان انت مكتوب عليك الفقر، ما ربنا ما كتبش عليك الفقر. ما ينفعش الاله الغني يكتب على عباده الفقر، ما ينفعش. السبب الثاني انك لازم تعمل وقايه بروتكشن ضد الفقر. لو ما عملتش وقايه وانت مصدق ان انت مش مكتوب عليك الفقر هيصيبك الفقر بس بنسبه 50%. لو انت عندك 10 حاجات عايزهم وانت ما بتعملش البروتكشن او الحمايه او الوقايه ممكن 5 يتحققوا و5 تفضل ايه؟ فقير فيهم. يعني ايه البروتكشن؟ يعني ايه الحمايه من الفقر؟ رقم 1 الله يبارك لك، بعد اذنك، بعد اذن سيادتك، بعد اذن معاليك، مالكش دعوه بحد، مالكش دعوه بالناس. الله يخليك في حالك، ركز فيك انت، مالكش دعوه بفلان حلو وحش، بترقص، بيغني، ضلالي مش ضلالي، نصاب، حرامي. بطل تفضل تغلط في الناس وتشيل نفسك بلاوي تخترق الوقايه بتاعتك وتجيب لك الفقر. لانك لما بتتدخل في شؤون الناس وكانك بتقول لربنا انا هاخد مكانك، لان ربنا قال لك كده ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. لو انت بس امنت واتقيت. امنت يعني ايه؟ امنت يعني صدقت ان ربنا مش كاتب عليك الفقر، بس خلاص انت كده امنت في حته الفقر ان لا ربنا ما كتبش عليك الفقر. اتقيت يعني ايه؟ الوقايه اللي انا كلمتك عليها، ان انت بتقي نفسك منين؟ من افعال الفقر. لانك لما بتتدخل في شؤون العباد ربك يوقف لك شؤونك على طول. مالكش دعوه، مش قصتك، ما تحطش مناخيرك في اللي مالكش فيه. ان للكون رب يحميه وعارف يديره ازاي كويس جدا جدا. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. يعني هو ربك متحكم في شمس وقمر، مش عارف يتحكم في شويه طين. الحاجه الثانيه لازم تكون طول الوقت في حاله انفاق، لازم طول الوقت بتنفق. هتقول لي انا فقير اصلا هنفق ازاي؟ هقول لك ما هي دي الخلل اللي انت مش قادر تفهمه، ان الانفاق مش لازم مال. ربنا بيقول لك كده ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. يعني انت لو رزقك ضيق عليك هتنفق مما اتاك الله. هتنفق ايه؟ هتنفق وقت. هتنفق وقت. الوقت ده ممكن تروح تديه لحد وانت عندك موهبه او عندك مهاره معينه وتاخد بداله فلوس. هتنفق صحه، ان انت ممكن تروح تساعد حد مش محتاج، حد فقير تقف معاه، تساعد امك، تساعد اختك، تساعد اخواتك. هتنفق علم، ان انت عندك معلومه فهتساعد بيها اخوك الصغير، هتساعد بيها زميلك في الجامعه، هتساعد بيها زميلك في الشغل. انت في طول الوقت في حاله ايه؟ في حاله انفاق. مش فلوس تماما. الانفاق ده الرزق كل ما ينتفع به الانسان. الصحه رزق والنظر رزق. ده انت لو خدت بايد واحد كفيف كده انت انفقت. انت بتشوف هو ما بيشوفش. خلاصه الموضوع امن ان انت مش فقير، وامن ايمان 150% 200% انت مش فقير وربنا مش كاتب، والله ربنا ما كاتب عليك الفقر. الحاجه الثانيه اعمل دايما حاله وقايه وما تتدخلش في شؤون الناس. وبعد اذن حضرتك خليك دايما طول الوقت في حاله انفاق. عمر الفقر ما هيمسك. ولو انت بقى عارف حد عمال يقول لك الفقر ومكتوب علينا والبلد والسياسه وعمال النبره دي، ابعت له بس الكلمتين دول لعل وعسى يكونوا سبب ان هو يخرج بره دايره الفقر ويخش في دايره الغنى اللي هنتكلم عنها الفيديو الجاي. فعشان كده اعمل متابعه.